في أخبار حلوة بدأت تظهر في السوق وبتقول إن في انفراجة قريبة جدا في أسعار الخضار، وده بسبب إننا داخلين على الموسم الصيفي اللي بيزود الإنتاج بشكل كبير. الفكرة ببساطة إن الخضار في مصر بيعتمد على المواسم، وده اللي بيخلي الأسعار تطلع وتنزل. لكن دلوقتي مع بداية دخول المحاصيل الصيفية الكميات هتزيد في السوق، وده معناه إن الأسعار هتنزل تدريجيا. أكتر حاجة الناس مستنياها طبعا هي الطماطم، واللي كانت مولعة الفترة اللي فاتت لكن دلوقتي بدأت تهدى شوية، والتوقعات بتقول إنها هتنزل أكتر خلال أسبوع ل10 أيام بس. والسبب في الغلاء اللي فات كان واضح، آفات زراعية زي سوسة الطماطم وكمان تقلبات الجو اللي أثرت على الإنتاج في محافظات كتير في الصعيد. ومش الطماطم بس، لأ ده كمان الخيار والفلفل والباذنجان والليمون، كلهم اتأثروا بنفس الظروف، لكن كل ده كان مؤقت ومع زيادة المعروض الأسعار هترجع تتظبط تاني. كمان الدولة تدخلت وضخت كميات كبيرة من الخضار في المنافذ الحكومية بأسعار أقل عشان توازن السوق وتخفف عن الناس. قول لنا بقى، شايف الأسعار بدأت تنزل فعلا ولا لسه؟